هنعمل النهاردة شوية محشي. زمان قالوا كتير الضبقة وقليل البركة، بس والله العظيم البركة بركة ربنا، البركة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. هنعمل النهاردة دقيقة محشي ورق عنب وشوية محشي بتنجان مشكل، وهنسلق الفراخ الأول كده يبقى حبة أكل كده زي العسل كده. معانا هنا البهارات بتاعة الفراخ: بصلاية مقطوعة نص كده، مرقتين دجاج حسب الكمية، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح، شوية شطة صغيرين، ورقتين لوري، 3 فصوص حبهان زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. معانا هنا حلة على النار هنحط فيها الفراخ بعد ما غسلناها كده، نضفناها بالليمون وزي الفل. انا هنا بسلق الفراخ، ما بسلقهاش، لا، انا هنا بشوحها، بديها تشويحة على النار، وهتشوفوا في الاخر الطعم نفس جميلة جدا، وبتنزل شوربة جميلة جدا معانا. هنا حطينا الفراخ في قلب الحلة، وهنضيف عليها البهارات الحلوة اللي معانا ديت: ورق لوري، 3 فصوص حبهان، وبصلايه، ومرقتين دجاج، وشوية ملح صغيرين، وشوية شطة، والشطة دي اختياري. وهنسيب ده كله مع بعضه كده، الكلام ده كله مع بعضه يتشوح مع الفراخ. الفراخ بتعمل شوربة، والله ما اقولكوش طعم الشوربة عامل ازاي. انا في الوصفة ديت في سلق الفراخ ده انا ما بسلقش الفراخ، يعني ما بسخنش، ما بغليش المية وادليها في قلب المية، لا، انا بشوح الفراخ تشويحة على النار كده، وبعد كده بضيف المية في الاخر. تمام. وهنضيف المرقة دي حسب الكمية اللي احنا هنعملها من الفراخ. تمام. انا هنا حاطه ضايفه 2 مرقة، لان انا عامله حوالي كيلو ونص من الفراخ، فرخه يعني على بعضها حوالي كيلو ونص. تمام. وهنفرك المرقة مع 3 فصوص حبهان، وبصلايه، مرقتين دجاج زي ما قلنا، وشويه ملح صغيرين حسب بردك يعني عشان ما تبقاش حادقه معانا، حوالي معلقه صغيره من الملح، اللهم صل على سيدنا النبي، نص معلقه صغيره او معلقه صغيره خالص كده فلفل اسود، ومعلقه صغيره من الملح. وهنقلب ده كله مع بعضه لحد ما يتعصق كده وايه، يتشوح مع بعضه زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله. هنعمل بقى النهارده دقيقة المحشي الورق العنب العسل للبناتي. النهارده العنب يا جماعه ب 140 جنيه، يعني ما شاء الله، يعني العنب ب 140 جنيه، ورق العنب جايبه الكيلو ب 140 جنيه، مش عارفه رفع كده. وعملنا برضك المحشي العسل ده، شفت بيتكلم عن نفسه. ودقيقة ولا حلة ورق العنب، بلاش دقيقة محشي ورق عنب، لا، حلة ورق عنب. وهنقلب ده كله كده اهوت. هنقلب الفراخ كده، احنا بنسوي الفراخ، احنا كنا حشينا المحشي، بس احنا بنسوي الفراخ كده تسوية حلوة، نشوحها ونسويها برضك. وبعد ما تاخد التشويحة الحلوة كده، هنضيف لها المية زي ما انتوا شايفين كده يا حبيب قلبي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات عشان كل وصفة من وصفاتي توصل لكم. حبايبي واخواتي انا بحبكم في الله، اكتبوا لي في الكومنتات، قولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. حبايبي بره مصر وجوه مصر منوريني، شكرا لكم ولدعمكم. بس احنا بقى بنقلبها على نار هادية جدا، تمام، ما نعليش النار. وهنحط بقى المية بعد ما شوحنا كله مع بعضه، البهارات الحلوة دي بالفراخ بالبصل بكل حاجة كده بالمرقة وكله. هنديها تقليبة كده ونغطي عليها بعد ما حطينا المية. تمام. تغلي بقى بالمية وتستوي، هي بتعمل رغاوي كده، بنشيل الرغاوي دي نتخلص منها. ليه؟ الرغاوي ديت من العامل اللي هي هتجيب زفار، احنا غاسلينها وزي الفل، بس لما تعمل رغاوي معاكوا كده شيلوها، يستحسن يعني. تمام. انا بغطي كده واعمل، تبقى جميله جدا. بعد ما تغلي بقى هنصب الشوربه للمحشي زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بقى احنا بنغرف الشوربه. انا بسيب بقى كوبايه الشاي، بغرف الشوربه بكوبايه الشاي، مع ان عندي الكبشه وممكن بفضي من الحله، بس بصوا بقى. يلا كله ماشي. هنا بغرف بكوبايه الشاي، مع ان عندي كبشه مغرفه بغرف بيها، بس انا بقى ايه، بستسهل. هنحط بقى المحشي ورق العنب، وبعد كده نحط الشوربه كده ونولع عليه، وبعد ما يستوي كده يبقى معانا عسل كده. احلى فراخ واحلى محشي ورق عنب، دقيه بقى ولا حله زي ما تقولوا قولوا. بصوا بقى في الاخر اهم حاجه ايه؟ الطعم والشكل، العسل ده. المهم ان احنا كنا محشي النهارده. اللهم صل على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا كمان هنحط المحشي البتنجان، الفلفل، بس هو البتنجان والفلفل بيبقى فيه ميه يعني في قاع الحله،
احنا بننشل بقى الايه الصباع ونحط رصه في الطبق كده يبقى جميل معانا. العين بتاكل قبل البق، لازم نخلي الحاجه حلوه كده. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، اعملوا سبسكرايب للقناه واشتركوا بالقناه يا حبايبي. انا بحبكم في الله وشكرا لكم ولدعمكم. دمتم في رعايه الله.